فرقة الموت. إنتاج هشام عبد الخالق، حيث تشارك معه في البطولة النسائية منة شلبي. الفيلم من إخراج أحمد علاء، حيث تمضي الشركة المنتجة حاليا في التعاقد مع باقي الفنانين المشاركين، أبرزهم بيومي فؤاد، عصام عمر، رشدي الشامي، خالد كمال. ومن المقرر أن ينطلق التصوير أول أسبوع من شهر أكتوبر اللي جاي. وفي سياق آخر، قرر مهرجان القاهرة السينما الدولي منح الفنان أحمد عز جايزة فاتن حمامة للتمييز خلال فعاليات دورته ال45 المقرر إقامتها في الفترة من 15 ل 24 نوفمبر اللي جاي، تقديرا لما قدمه طول مسيرته الفنية اللي بدأت منذ نهاية التسعينات. وينتظر أحمد عز بدء تصوير الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق 3 مع النجوم عمرو يوسف، أحمد داوود، أحمد الفيشاوي. ومن المقرر أن ينضم عدد من الفنانين للجزء الثالث. إخراج طارق العريان، والفيلم في مرحلة الكتابة حاليا ويكتبه صلاح الجهيني. وشارك في الجزء الثاني من فيلم ولاد رزق خالد الصاوي، نسرين أمين، باسم سمرة، مع ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف، على رأسهم غادة عادل، إياد نصار، يسرا، ماجد المصري، أصالة، آسر ياسين، ريم مصطفى، محمد لطفي، سيد رجب.